الاتحاد اللي جايب لها الكافيه وفضيحنا ومودينا ورا الشمس وجاب لها العار اهو. الاتحاد اهو. مش عارف والله ابدا منين، بجد مش عارف ابدا منين. احنا كنا رايحين في داهيه وكنا هنطلع بفضيحه قدام الناس ونصغر كابتن محمد ابو تريكه اللي مبسوط ان احنا موجودين ومش عارف ايه. كان هيبقى زباله، زبالة الزبالة، وكنا هيبقى شكلنا عرة لو طلعنا خسرانين من الماتش ده. فلازم نبتدي الفيديو بكل الشكر، كل التحية، كل التقدير، كل الأسف للكابتن الكبير المحترم الأسطورة اللي بجد بقى ماشي محمد بسام. محمد بسام سترنا يا بيه، سترنا، سترنا بالانفراد، الانفراد بالجون اللي كان فاضل له ثانيتين ويفشخنا. يعني من الاخر كده كان 2-0، كنا هنبقى يعني خلاص نلف بقى ونرجع. بس شكرا كده. فالحمد لله ان محمد بسام قدر ان هو ايه، يعني لا يسترك ربنا ما يفضحك يعني. طيب نروح بقى تخيل، يعني يا اله الا الله، يبقى ده الحارس بتاعك ده بمستواه والمهاجم بتاعك يبقى محمد شريف. يخرب بيت الإنسان والبني آدم والحيوان وكل حاجة. في إيه؟ في إيه يا ابني؟ يا ابني حرام عليك اللي أنت بتعمله ده. الكورة في الشوط الأول، بص أنا يعني مش هتكلم في أي حاجة خالص أنت عملتها ماشي، ومش هتكلم على الكورة بتاعت الشوط التاني اللي أنت قمت شايطها في البعيدة دي وما عملتهاش بالكعب اللي كان جاي وده كان هيخش انفراد. مش هتكلم أنا في الكلام ده خلاص. الكورة اللي في الشوط الأول، أنت دلوقتي أكرم توفيق عملك الكورة بدماغه وانت خلاص داخل كده وهو عاملها لك من ناحيه اليمين، وانت داخل مجرد ان انت لقيت لعيب من المنتخب الكويت جاي لك كده، قمت قول لا انا هستلم على بشمالي واحطها بيمين. طب ما حط يا باشا بيمينك على طول، انت مستني ايه؟ ايه الهبل والطين والخرا اللي احنا فيه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ وبعدين مش عارف ايه الاهلي ايه ده اللي باضي معاك 5 سنين ده، انا ما اعرفش. انا ما يعني انا عن نفسي انا ما اعرفش. طب ماضي معاك 5 سنين بناء على ايه؟ يا رب اكون انا غلطان. مش عارف ليه كده؟ ليه؟ ما مروان حمدي اهو نزل على الاقل شكل الخطوط يعني. انا ما عنديش مشكله ان انت تعمل فينتات تمام، وتحاول ان انت تفضي مساحه لنفسك وتشتغل في المساحات وكل الكلام ده. لكن احنا مجرد ما نزل مروان حمدي احنا حاسين ان في مهاجم، حسينا ان في مهاجم. لكن انت مش عارف تطالع بتتكلم مع حلمي طولان في ايه. يعني ما اعرفش. الحاجه الوحيده اللي ممكن اتقبلها ان انت بتقول له ما تلعبليش تاني كوره، انا مش هلعب كوره تاني. غير كده مش عارف انت تعترض بقى ولا مش عاجبك ولا ايه، مش فاهم انا. مش فاهم. لعبت 60 دقيقه في الماتش، عايز إيه تاني؟ ما اعرفش. طيب نتكلم بقى عن ايه. الاسطوره، الاسطوره الحيه، خليفه ليونيل بيبسي في الملاعب، مصطفى سعد ميسي. انا عرفت ليه الاهلي جابك زمان وليه مشاك، الاتنين مع بعض. سبحان الله. الكوره اللي في الشوط الاول قمت داخل وبعد كده قمت لامم الواد قام وقع ماشي، فخلاص بتوسع لنفسك، رجعت تاني قمت عامل عرضيه انا مش فاهم ده ايه. دي حاجه. الحاجه التانيه، باشا البلد اسلام عيسى، قائد قادات السيراميك الكليوباتراني مع علي ماء. حلو. ايه يا اسطى العرف ده؟ ايه ده؟ يعني نفس، بص ده اسلام عيسى ده نفس مصطفى سعد ميسي بس بعد 5 سنين يعني هو يعني فاهم، ده مستقبل ده. خلاص يعني كده احنا رايحين في داهيه. بيقعد يرقص وفنتات ويعمل 1 2 1 3 1 4 وبلاي ستيشن 4 و5 وكل حاجه، ويجي في الاخر مفيش انهاء. طيب حلو، سيبك بقى من الكلام ده. حسن الوحيد اللي في نص الملعب غنام محمد، غنام محمد ده حته لعيب. شفت الكوره اللي شاطها في الدقيقه، في الثانيه، الدقيقه ايه، في الثانيه 40. حته لعيب رقم 6 في نص الملعب وبيزيد كمان. جامد، جامد الواد ده، جامد الواد ده. يعني ما تعرفش بيلعب في مودرن فيوتشر ازاي ولا بيلعب في مودرن سبورت ولا شوف بقى اسمه ايه النادي الملياس ده. خلاص ما يعني الحاجه اللي حسن الوحيده اللي افتكرنا بيها
النادي العيدة ده واللي غناه محمد فكرنا ان هو شاملها بالفوتشر في نادي احمد رفعت، او اللاعب احمد رفعت لما كان بيلعب في النادي ده، الله يرحمه يعني. غير كده ما مش عايزين نفتكر السيره دي اساسا، سيره ان النادي ده ولا عايزين نعرف ان هو موجود اساسا. طيب نروح بقى لعمرو السولية. بص انا عجبني الواد لما جه في منتخب الكويت، واحد منهم جاي يكلمك يقول لك انت هتضيعها هي كمان، ده ماسك الكوره ليه في ضربه الجزاء الثانيه وكده. عجبني ان انت كشمت له واللي هو ولا ما خيش يدا اشوط دماغك مكانها، فاهم اللي هو انا عجبني الاداء، بس ما عجبنيش بقى اللعب نفسه، ما عجبنيش خالص. وضربة الجزاء اللي انت ضيعتها دي يعني انا يعني من كتر ما افشخ اصحابه بايظه واخد الكوره وعمل فيها كريستيانو وهو بيشوط. انا من كتر ما اعصابه بايظه هو شاطها في النص، ومش في النص قوي يعني، شاطها في النص ناحيه الشمال شويه، فخبطت في ايد الحارس ودخل لانها كانت قويه، وهو كان خايف ان هو يشوطها في النص وظرف تقوم ضايعه، قال لك لا لا خليها يمين شويه ايه يمكن الحارس ما يترميش الناحيه دي بقى. طيب فعمرو السولية بصراحه قدم اداء زي الطين. محمد النني انا حسيت ان هو بيجي عند ال 18 ويعطل، خلاص احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه يعني، بنيجي عند ال 18 ونقف بس شكرا. والتغييرات اللي عملها حلمي طولان ان كريم فؤاد نزل وميدو جابر في لقطه، يعني هو كان عارف انت العجله، قام واخد كده ايه، كان وشه كده داخل، قام لافف كده واخد الكوره وداخل وبس، لعيب من الكويت دخل عمل عليه تاكلينج وشالها. ميدو جابر ده لو موجود مكان آآ آآ مصطفى سعد ميسي ناحية اليمين من بدري، لأن هو أشول، كان زمان الماتش اختلف. وكمان كريم فؤاد لو موجود ناحية الشمال مكان إسلام عيسى، وهو كان بيلعب ناحية الشمال أساس إن هو يخش بيمينه كوينج مش كباك، ما بيلعبش باك شمال في اللقطة دي، أو حسيت أنا لما نزل هو كان المفروض باك شمال مكان يحيى زكريا، بس أنا حسيت إن هو بيلعب باك يمين، بيلعب بوينج يمين أو وينج شمال. طيب سيبك بقى من كل ده، رجب نبيل أنا يعني أنا باشوف يعني بُص، هو ممكن يكون مش مطلوب منه كل ده، بس أنا عرفت حلمي طولان اختاره ليه، المدافع ده مدافع يعني بُص، مش أحسن واحد في الدنيا، بس هيعمل كل اللي يقدر عليه. ياسين مدعي مش هنتكلم على اللي إحنا عارفينه، لكن رجب نبيل بصراحة يعني 10 على 10، بيحاول ما بيقصّرش في حاجة. في كورة كان دخل فيها حلمي طولان عمل كده لأن هو الراجل ده بيجيب من ورا لقدام كان خلاص، يعني من ناحية اليمين في كرة عرضية كان خلاص كان ممكن يحطها صح بس هو ما وجّههاش، لكن رجب نبيل مدافع كويس بصراحة. وسيبك بقى من كل ده، لازم نقتنع إن المنتخب ده اتكوّن زي ما حلمي طولان قال فعلًا، إن المنتخب ده اتكوّن قبليها بفترة قصيرة جدًا، المنتخب ده حصل فيه مشاكل كتير، في لعيبة كتير ما عرفش يجيبها. خلاص خلّينا مؤدّبين ومحترمين، مش هنجيب سيرة البرازيليين اللي ما رضوش يودّوا اللاعبين بتوعهم في البتاع كده، مش هنتكلّم خلاص، فمشّي الدنيا، يعني مش هنقف عند إن أنت اتعادلت مع الكويت، لكن ما ينفعش إن أنت كنت تطلع خسران بالمنظر القميء المعفن الجربان أيها الملياسي هاني أبو ريدة، أيها الملياسي. وفي فيديو كده يعني أنا كنت صوّرته كده هاحطّه بقى. يعني في فيديو أنا كنت صورته كده كنت جنب اتحاد الكورة، هاحطه بقى في أول الفيديو، جيتوا شفتوه خلاص هاكون حطيته، لإنه أنا ما كنتش ناوي أحطه، بس لأ طالما ما هي جات كده ومش عارفين تجيبوا للراجل اللعيبة اللي هو عايزها وبيشتكي وده المنظر وبتاع، البس بقى، خلاص شكرًا، سلام عليكم.